من كام يوم قررت أعمل واتشنج لفيلم مستر بيبودي أند شيرمان، ويعني بحاول أتأقلم مع عبث العالم، فقلت أرجع لمستر بيبودي وهو بيحاول يفضل أعقل كائن في الكون. وأنا بتفرج المرة دي خدت بالي من حاجات ما كنتش واخدة بالي منها قبل كده. طول الفيلم حرفيا أنا قاعدة بحلل نظريات، ده غير إن دماغي كعادتها أمطرتني بواب من الأسئلة لدرجة إن أنا حسيت إن بحضر محاضرة فيزياء مش فيلم كرتون. يعني تبا لدماغي حرفيا، نفسي تسمع وهي ساكتة. المهم قررت أشارككم أفكاري والحاجات اللي لفتت نظري، ونتناقش سوا في النظريات اللي طرحها الفيلم، ونشوف إيه اللي له أساس علمي وإيه اللي ممكن يكون DreamWorks Physics من اختراع ديزني. لو فاكرين الفيلم، مستر بيبودي كان عنده آلة زمن اسمها وابك بتخليه يسافر لأحداث تاريخية مختلفة، وشيرمان طبعا عنده تعليمات واضحة جدا ممنوع تستخدم آلة الزمن من غير مستر بيبودي. فشيرمان عمل إيه؟ استخدمها من غيره، لأن طبعا أفضل طريقة لإثبات إنك بقيت كبير ومسؤول هي إنك تاخد آلة زمن سرية وتروح بيها للماضي. very responsible. وبالفعل بيروح هو وبيني لأكتر من فترة تاريخية، وبيبدأ الفيلم يلعب بفكرة إنك ممكن تدخل الماضي وتتفاعل مع أحداث حصلت فعلا. وهنا أول سؤال، هل فعلا السفر عبر الزمن ممكن؟ وهنا خليني أقولك technically yes، لأن لو بنتكلم عن السفر للمستقبل فإحنا عندنا بالفعل ظاهرة فيزيائية بتسمح بنسخة محدودة جدا من الفكرة دي. أينشتاين لما جه النسبية العامة عمل حاجة كده قلبت تصورنا عن الزمن. سرعتك ومكانك في مجال جاذبي بيأثروا على معدل مرور الزمن بالنسبة لي، ودي اسمها time dilation. فلو جسم بيتحرك بسرعة قريبة جدا من سرعة الضوء، الزمن بالنسبة له هيمر أبطأ مقارنة بمراقب آخر. وأعتقد الموضوع ده قلته كتير قبل كده. يعني لو قدرت تسافري بسرعة هايلة جدا، ممكن ترجعي تلاقي الناس اللي على الأرض مر عليهم وقت أطول من الوقت اللي مر عليكي. وأعتقد فكرة إنك تقعدي في المستقبل أقل إثارة من إنك ترجعي تقولي اللي تعرفيهم إنك عرفتي مستقبلهم. طب بالنسبة للسفر للماضي، هنا الفيلم بدأ يدخل في الجد، لأن مستر بيبودي كان محذر شيرمان إن هو يرجع لوقت هو كان موجود فيه أصلا. والسبب اللي بيديه الفيلم بسيط جدا، there would be two view، يعني شيرمان القديم هيبقى موجود والشيرمان الجديد اللي جاي من المستقبل. والفيلم بيبني بعد كده فعلا مشكلة الكوزميك دبلز، ولما النسخ دي بتتصادم الفيلم بيقول إن ده مزق السبيس تايم كونتينوم. وهنا دخلنا على واحدة من أشهر مشاكل السفر عبر الزمن اللي هي التايم بارادوكس. طب يعني إيه أصلا تايم بارادوكس؟ خليني أقولك ببساطة، تخيلي إنك رجعتي للماضي علشان تغيري حاجة هي أصلا كانت السبب في إنك رجعتي. وأشهر مثال بيوضح النقطة دي وهو الجراندفاذر بارادوكس. يعني تخيلي إنك رجعتي للماضي ومنعتي جدك وجدتك من إنهم يتقابلوا. منعتيهم يتقابلوا، ده معناه إنك مش هتبقي موجودة أصلا. وبما إنك مش موجودة، مين اللي رجع للماضي ومنعهم؟ حصلك ايرور، صح؟ وهنا تظهر كلمة مهمة جدا وهي الكوزاليتي أو السببية، يعني العلاقة بين السبب والنتيجة. والسفر للماضي بيعمل مشكلة فلسفية وفيزيائية ضخمة. يعني هل ممكن ترجعي تغيري السبب وتفضلي موجودة كأن النتيجة حصلت؟ وهنا الفيلم بيرمينا على الورم هولز. والورم هولز مش حاجة اخترعها الفيلم، هي فكرة بتظهر كحلول نظرية في النسبية العامة. ممكن تتخيلها كشورت كات بين منطقتين في السبيس تايم. تخيلي ورقة عليها نقطتين بعيد عن بعض، فبدل ما تمشي من A to B كل المسافة دي، ممكن تطوي الورقة بحيث النقطتين يقربوا من بعض. ده مجرد تشبيه طبعا، لكن بيدينا إحساس بفكرة الشورت كات through space time. وهنا أهم جملة في الفيديو، the equations allow it مش معناها خالص إنه we can build it. كون الرياضيات تسمح بحل معين مش معناه إن الطبيعة ممكن تسمح لنا ننفذه هندسيا. ولحد دلوقتي مفيش دليل رصدي مؤكد على وجود worm holes، ومفيش طريقة معروفة لصناعة واحدة والحفاظ عليها مفتوحة. فالفيلم هنا واخد فكرة موجودة فعلا في الفيزياء النظرية. طب هل السبيس تايم فعلا ممكن يتقطع؟ هنا لازم نفرق بين الفيلم والفيزياء. في النسبية العامة الزمكان مش مسرح ثابت بتحصل عليه الأحداث، هندسة الزمكان نفسها ممكن تتغير، والجاذبية مرتبطة بانحناء. لكن فكرة إن لو في اتنين من شيرمان الكون هيتوقف، دي مش نظرية فيزيائية مثبتة. الفيلم بيستخدم صورة الرعب عشان يخلينا نفهم إن اللعب بالماضي عمل مشكلة في بنية التايم لاين. نيجي بقى لأحلى جزء في الفيلم، وهو إن لما الدنيا بتبوظ والتاريخ بيبدأ يجي للحاضر وهم ما بيعرفوش يسافروا الماضي، فبيبقوا عايزين يحلوا المشكلة دي. فكل عالم من العلماء الموجودين أو العباقرة الموجودين زي ليوناردو دافنشي ونيوتن وأينشتاين بيبدأوا إن هم يقترحوا آخر نظرية وصلوا لها أو الحلول اللي ممكن تساعدهم. فبيطلع شيرمان ويقول لهم why to go to the future. في البداية مستر بيبودي بيستغرب، فيرد شيرمان إنهم عمرهم ما راحوا هناك، probably ناقص مصداق. وبعدين مستر بيبودي بيبدأ يجمع كل النظريات دي ويطلع منها فكرة واحدة بس ممكن تحل المشكلة، بس زي ما شيرمان قال في الاتجاه المختلف. لو ظبطوا الوابك على المستقبل وراحوا بسرعة كبيرة جدا، الفيلم بيقول إنهم هيعملوا مجال جاذبي equal and opposite للراب الموجودة في السبيس تايم كونتينوم، وبعدها يرجعوا تاني. وبصراحة كرتون أطفال عنده الجرأة يقول equal and opposite gravitational field. أنا مقدرة. هو الفيلم بيلعب في المسافة بين what physics says and what if.
طب ده معناه ان السفر للماضي مستحيل؟ خليني اقولك الاجابة اللي دايما بحب اقولها: really we don't know. في النسبية العامة في حلول رياضية مرتبطة بما يسمى الكولستاين لايك كيرفز، وهي مسارات في السبيس تايم ممكن تسمح نظريا بالعودة للماضي، لكن وجود حل رياضي مش معناه اننا ممكن نبني وبك. وفوق ده كله السفر للماضي ممكن يسبب مشاكل ضخمة في السببية، ودي أحد أسباب ظهور أفكار زي ال Chronology Protection Conjecture عند ستيفن هوكينج، ودي الفكرة القائلة إن قوانين الفيزياء قد تمنع ظهور مسارات تسمح بانتهاء التسلسل الزمني، ولكنها هتظل conjecture وليست حقيقة تجريبية محسومة. سيبك بقى من كل اللي فات ده وتعالى أوريك بجد أكتر مشهد لفت انتباهي. يعني بجد هنا حبايبي المصريين انتوا بتعملوا ايه؟ لا بجد والله هما بيعملوا ايه؟ ما علينا، يعني اللي كتب السيناريو ده شكله دماغه عالية، يعني كان رهيب والله، ومتوقع جدا النهاية. بصراحة أنا كمان حبيت النهاية جدا، ومن أكتر النهايات المغرمة بيها بصراحة. متوقع جدا بصراحة إن لما شخصيات التاريخ تيجي للحاضر فيحصل اللي حصل ده. يعني حرفيا نظرتي للفيلم اتغيرت تماما، وده معناه غالبا إني كبرت. ما علينا، يعني في الحالتين Mr. Peabody we need to talk.